عمرك حسيتي إنك مشغولة طول الوقت بس من غير إنجاز حقيقي؟ في كتاب الأشياء الأولى أولاً بيتكلم الكاتب عن طريقة أيزنهاور لتقسيم الوقت لأربع مربعات: عاجل ومهم، مهم وغير عاجل، عاجل وغير مهم، ولا عاجل ولا مهم. وأهم مربع فيهم كلهم هو المربع التاني، المهم وغير العاجل، لأن ده قلب الإنجاز الحقيقي والطريق للتغيير بجد. فيه التطوير والتعلم وبناء العادات وتحقيق الأهداف الكبيرة. بس في سبب خطير بيعطل ناس كتير عن الإنجاز في المربع ده، وهو الشعور بالذنب لما نقول لأ. الكتاب بيقول اتعلمي تقولي لأ كبيرة عشان أهداف أكبر، لكن المهم مش الرفض نفسه، المهم إزاي تقولي لأ بنباقة ومن غير ما تكسري خاطر حد. اشرحي أولوياتك وقدمي بديل. يعني لو صاحبتك عايزاكي تخرجي معاها، ممكن تقولي لها: مش هقدر النهاردة عشان عندي حاجة مهمة شغلاني، بس خلينا نأجلها اليوم تاني أكون فاضية ومستمتعة معاكي. قولي لأ بهدوء عشان تقدري تقولي نعم لأهدافك وحياتك.